لو نفسكم في حاجة حلوة وملكوش في وقفة المطبخ يبقى الوصفة دي ليكم. في 20 دقيقة بالظبط هتكون معاكم احلى كوكي بان مش هتبطلوا تعملوها. بس قبل ما ابدأ اعملوا لايك وفولو، خليكم اول حد يجرب كل وصفة جديدة. في بولة هحط 10 معالق سكر، 8 معالق زبدة، 2 صفار بيضة وفانيليا، وهقلب كويس لحد ما المكونات تتجانس. هنزل عليهم بكوباية دقيق ومعلقة كبيرة نشا، معلقة بيكنج باودر او بيكنج صودا، واخر حاجة ربع معلقة صغيرة ملح. هقلبهم كويس لحد ما الدقيق يختفي. المقادير دي مظبوطة جدا، يعني مش هتحتاجوا تزودوا ولا دقيق ولا زبدة. بعد ما قلبت كويس والدقيق بتاعي اختفى، في الخطوة دي بقى ممكن تحطوا اي مكعبات شوكولاتة. انا حطيت شوكليت شيبس. قلبت الشوكليت شيبس كويس في العجينة بتاعتي، وهكون مجهزة صينية مقاس 20 دهنها زيت وحاطة فيها ورقة زبدة. هنزل بقى بالعجينة وافردها كويس. هخلي سمكها في الصينية لا تخين قوي ولا رفيع قوي، وهحط على الوش شوية شوكليت شيبس كده واضغط عليهم بالراحة. هدخلها فرن متسخن على 180 شغال من تحت بس، وهسيبها 17 دقيقة بالظبط، وبعدين هقفل الفرن واشغل الشواية عليها كام ثانية بس تاخد اللون من فوق. وشوفوا بقى معايا الطعامة واللذاذة، مقرمشة من بره وطرية من جوه وناجحة 100%. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات وتدعموني بلايك وفولو. وبس كده، بالهنا والشفا.